أنا سائق تاكسي محمد رشيد أبو صفية، أعمل بالعاصمة عمان، وناشد صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وبادئ بدنا نقول له كل عام وأنت بخير. حابين إنه نوجه النداء هذا لسيد البلاد على المظلمة اللي احنا واقعين فيها بالعاصمة عمان وتردي أوضاعنا السائقين. من 16/2/2010 كان سعر تنكة البنزين 9 دنانير و20 قرش، والآن 12 دينار و40 قرش. احنا بنقدم دعم للدولة والمواطن يومي 6 دنانير. عند مراجعتنا لدائرة النقل بأمانة عمان بيقولوا في أوامر من فوق، واحنا سمعنا سيد البلاد على شاشة التلفزيون الأردني قالنا في أوامر من فوق، وعلى كل مسؤول انه يحل قضايا الشعب وقضايا المواطنين يتواصل معهم. راجعنا وزير النقل آنذاك المهندس مهند القضاء، وكان المهندس جميل مجاهد موجود، قال بالعاصمة عمان ما بيهموني أنا، اللي بالمحافظات 4000 سيارة تاكسي بيشتغلوا بدون عداد ما في مشكلة، اللي بعمان احنا الوحيدين الملتزمين بتعرفة عداد التاكسي. احنا بنطالب انه اسوة يعني بارتفاع اسعار المحروقات، اما بيتم تعديل العداد او انه بيتم احنا بالنسبه لنا اللي هي دعم لنا كما دعمت امانه عمان والحكومه للشركه المتكامله وممثله باقي الشركات الاخرى. علما بانه راجعنا ديوان المظالم، قدمنا مظلمه وقعدت تقريبا 8 شهور بديوان المظالم ولكن دون جدوى، عباره عن مظلمه بقول لك انتم مظلومين ما بنقدرش نسوي لكم شيء. تقدمنا من 12/4/2011 لهيئة مكافحة الفساد ولغاية الآن لم يردوا علينا. أمين عمان السابق وأمين عمان الحالي اللي هو رئيس لجنة أمانة عمان قابلناهم وتحدثنا معهم بعدة قضايا عن موضوع النقل، لا حياة لمن تجيب. نقابة أصحاب السيارات العمومية برضو كمان بنفس الوقت مش مساعدة معنا، نقيب أصحاب السيارات العمومية مش مساعد معنا. إحنا كل ما نروح لأي إنسان كان ما في أي حدا منصفنا. تحدثت مع أكثر من 70 نائب في البرلمان من خلال نلاقيهم بالشارع العام أو بمناسبات يكونوا شاركوا فيها، سواء مناسبات أعراس حفلات مناسبات لهم أو للأقرباء لهم. تحدث عن إحنا سائقين وبندفع كل يوم 6 دنانير، بقول لك إن شاء الله تعالى في أوامر من فوق. احنا بنطالب من سيد البلاد من جلالة الملك عبد الله لا يظلم احد في ظل القيادة الهاشمية. احنا نطالب بحقنا كمواطن نعيش عيشة كريمة، علما بانه احنا بنمشي 300 ل 400 350 كيلومتر يوم، وسياراتنا هي عبارة عن سيارات ضمان. احنا بنعمل على السيارات وكل اصحاب السيارات ناس من المتنفذين، ومنهم ناس من كانوا حتى بالدولة وعنده 40 و50 و60 سيارة باسمه. احنا بنعمل على نظام الضمان ولا يجوز لنا انه احنا نقدر حتى نطالب باي جهة ما كانت. احنا بنطالب جلالة الملك ومناشدة لجلالة الملك بانه ينصفنا اسوة باقي الموظفين والمواطنين في الاردن ان شاء الله تعالى. وفي اخيرا نقول لا يظلم احد في ظل وجود جلالة الملك ان شاء الله. محمود صالح سائق تاكسي العاصمة، وجه نداء إلى جلالة الملك للنظر في قضيتنا وإنصافنا من الظلم اللي احنا واقعين عليه من رفع المحروقات ومن العناء اللي بنعاني فيه الفترة هاي كلها. واحنا نحن الوحيدين نتحمل فرق مصاريف المحروقات هاي من أعبائنا احنا كسائقين سيارات تاكسي. فهذا النداء لجلالة الملك إنه ينصفنا. محمد مطلب عبد الله سائق تاكسي العاصمة، أناشد جلالة الملك بإنصافنا بالنسبة للمحروقات، لأن الآن احنا قاعدين بندفع فروقات للمحروقات بشكل كبير جدا ولا يغطي تكلفتنا التشغيلية، وأتمنى أنها تنحل قضيتنا بأسرع وقت ممكن.